فضيحة الأخت هونج في نانجينج دي بصراحة من أغرب الفضايح ومن أغرب القواضي اللي أنا شفتها في حياتي بصراحة. واحد عنده 38 سنة اسمه جياو، عايش في ولاية في الصين اسمها نانجينج. اللفندي عايش حياة مزدوجة، يعني هو الصبح راجل بس بعد الظهر يلبس بقى باروكة وفلاتر وميك اب ومش عارف ايه والكلام ده كله، وعمل صفحة على تطبيقات المواعدة وعلى السوشيال ميديا والكلام ده كله، وابتدى بقى ايه يغري الرجاله. وطبعا الرجاله قاموا مريلين على الواد البت ده، والباشا ما كانش بيطلب منهم فلوس، كان بيطلب منهم تفاح، ازازه زيت. فطبعا الرجاله بالهبل كانت بتروح، ولما بيكتشفوا انه راجل في الاخر في ناس كانت بترضى وبتكمل، وفي طبعا الناس اللي كانت بترفض كان اللفندي بيتوكو توكو بالعافيه. والباشا طبعا طلع بيصورهم وبيبيع الفيديوهات بتاعتهم في الديب ويب والدارك ويب والمواقع قله الادب. بكام بقى؟ ب$20 $30، ده اقصى مبلغ كان بيتحصل عليه يعني. الكارثه بقى، الكارثه ان الباشا عنده مرض نقص المناعه المكتسبه ايدز، والشرطه لما قبضت على اللفندي لقوا بحوزته 1600 ضحيه. 1600 راجل اتضحك عليهم بالطريقه دي. 1600 راجل حياتهم انتهت وجالهم مرض الايدز بسبب الباشا ده. منهم 237 ضحيه مؤكده، يعني دول اللي اتلطوا بجد يعني. اوعى تفتح الكاميرا لحد ما تعرفوش، اوعى تبعت فيديوهات ليك لحد ما تعرفوش. في دلوقتي شبكات حتى لو اللي على الناحيه التانيه بنت وانت متاكد انها بنت، انت ما تعرفش هتعمل ايه بالفيديو ده. انت لو راجل متجوز اقسم بالله حياتك هتروح بسبب صوره ولا فيديو، هتبتزك بفلوس مره والتانيه والتالته وبعد كده هتتفضح. طب ليه يا ابني؟ انا مش متخيل والله ان احنا وصلنا في زمن ان انا بقول الكلام ده لرجاله. يعني هو طبعا الايه اتقلبت 360 درجه يعني. طبعا الستات يعني مش محتاج اقول الكلام ده، بس انا بتكلم مع الرجاله اللي هو ما تبعتش صورك يا ابني لحد انت ما تعرفوش، او علاقه او حد انت اتعرفت عليه من السوشيال زفت ميديا او من خلال تطبيقات المواعده. وخليك راجل.